لطالما وقفنا في مواقف ونشاهد مشاعرنا هي التي تتحكم. لا نعرف كيف نتصرف وننفعل، فحينما نريد أن نفعل شيئا يذهب ذلك الفعل هباء منثورا فقط لسبب واحد: لأننا كنا منفعلين بسبب مشاعرنا التي لم نستطع التحكم فيها، أو لأن قراراتنا كانت نابعة من المشاعر ولم تكن نابعة من العقل. نندم، نتراجع، ونحزن وننضبط. فما هي الحلول لأجل التحكم في مشاعرنا؟ ولماذا علينا حقا التحكم في المشاعر؟ وهل العقل أم القلب؟ أسئلة كثيرة سنتعرف عليها وعلى إجاباتها في حلقتنا لهذا اليوم في تحكم بالمشاعر مع الأستاذة خديجة برهان، لايف كوتش في الحياة واستشارة أسرية. مرحبا بك أستاذة خديجة بيننا. أهلا وسهلا فيك أستاذة نور، حياكم الله في برنامجك المميز قوارير. أسأل الله عز وجل أن ينفع بك. أمين أجمعين. أستاذة خديجة، في البداية أولا علينا أن نعرف ما هي المشاعر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية المشاعر هي حالة عاطفية يمر بها الإنسان نتيجة حدث خارجي، قد يكون حدث سعيد أو قد يكون حدث غير سعيد، بغض النظر عن غير سعيد ما الذي يعنيه. فحالة تمتزج فيها المشاعر ببعضها البعض وتؤثر على الإنسان وعلى سلوكه وعلى ردات أفعاله تجاه الأشياء التي تحدث من حوله. وهل يمكننا التحكم فيها أم هي أمر عفوي؟ حسب ما يعتقده الناس أنه أمر لا نستطيع التحكم فيه، لكن حالة الشعور حالة نستطيع أن نتحكم فيها بشكل كامل جدا يعني، ولا يمكن أن يكون عند الإنسان شيء لا يستطيع التحكم فيه، لكن هي فقط البرمجة والأفكار المتداولة أن حالة المشاعر حالة لا يمكن السيطرة عليها، لأنه حالة عاطفية أكثر يعني من هذا الباب. صحيح. ما هي الأسباب التي تجعلنا لا نستطيع أن نتحكم في مشاعرنا؟ أولاً عندما نأتي للتفصيل يجب أن نفصل بطريقة أخرى. المشاعر الإيجابية، لماذا وجدت المشاعر الإيجابية؟ هل هناك بالفعل مشاعر إيجابية؟ المشاعر لوحدها لا تأتي، ليس هناك شعور مجرد من فكرة، يعني حالة الشعور الإيجابي هو نتيجة فكرة إيجابية لأمر ما. يعني أنا مفهومي اليوم عن النجاح ما هو؟ هذه فكرة، هذه الفكرة تنعكس علي حالة شعورية عندما أصل لمسألة النجاح. حسب هذا المفهوم معناها أنني أبتهج وأشعر بالسعادة، فبالتالي يظهر هذا الشيء كسلوك ممارسات، إما أن أقفز وأفرح وأغني، وإما أن أحتفل، وإما أن أفعل إظهار هذه السعادة. أي إنسان من الخارج عندما يرى هذه السلوكيات يعرف أنني الآن في حالة شعورية، وكنتيجة طبيعية يأتي يسألني ما الذي حدث لوجود حالة المشاعر هذه. إذا نعود نؤكد أن الشعور عبارة عن فكرة. نفس الشيء الحالة الشعور السلبي. ما هي حالة الشعور السلبي؟ ليس شعورا مجردا خاليا من الأفكار، إنما هو فكرة يحملها الإنسان تجاه أمر معين. يعني حالة الوفاة حالة شعورية، لكن لماذا نصاب نحن بالحزن ويظهر هذا الحزن على سلوكياتنا وعلى شكل بكاء؟ لأننا نعرف نحن بالفكر أن معناها الوفاة هو موت إنسان واختفائه عن الحياة وغياب كل أشكال التواصل مع هذا الشخص، يعني حالة الفقد العالية جدا. فبالتالي هذا يعني أن إذا غيرنا الأفكار والمفاهيم المصاحبة لهذه الأفكار نستطيع أن نتحكم بالمشاعر التي سوف تأتي، وبالتالي عندما نتحكم بهذه المشاعر سوف نضبط سلوكياتنا بناء على ما استطعنا أن نتحكم به وهي المشاعر. فبالتالي بالفعل يستطيع الإنسان أن يتحكم في مشاعره كيفما يشاء. جميل. وكيف أو ما هي أسباب عدم قدرتنا على التحكم؟ أولاً البرمجة الناس أنني لا أستطيع أن أتحكم بالمشاعر، خلاص أعطى أمراً للعقل أنه لا يمكن السيطرة على هذا الموضوع. إذن هذه فكرة أوجدها الإنسان، فبالتالي المشاعر تجاوبت مع هذا الأمر بشكل تلقائي جداً. ثانياً لأن الإنسان لا يعرف كثير من الناس أن المشاعر هي عبارة عن أفكار أول شيء، فبالتالي يجب أن يعلم الإنسان كيفية تغيير أفكاره حتى يستطيع أن يغير مشاعره. فجهل الناس بهذا الأمر لا يجعل الإنسان عنده قدرة على تغيير مشاعره أو التحكم بها. أيضاً عدم إدراكه لنوعية المشاعر وتحديدها وتسميتها بشكل واضح. نحن
لا نعرف من أسماء المشاعر إلا 5 أو 6 أسماء فقط، يعني سواء كانت سلبية أو إيجابية، لكن المشاعر لها أسماء كثيرة جدا. فمعرفة الاسم الصحيح أو الوصف الصحيح للحالة الشعورية التي أكون فيها يساعدني بشكل كبير جدا لفهم هذه الفكرة الناشئة من خلال التي نشأت من خلال هذه المشاعر، فبالتالي معالجة الفكرة الأساسية. إذن هذا يحتاج أن الإنسان يفهم الفكرة، كيف يعمل العقل، ما صلة العقل بالمشاعر، كيف يستطيع أن يتحكم بمشاعره. يحتاج أن يتعلم مسألة كيفية تغيير الأفكار. ما هي أنواع المشاعر ودرجاتها؟ طبعا المشاعر كثيرة جدا، يعني مشاعر السلبية ولا الإيجابية. عندنا مشاعر الرضا والسعادة، ومشاعر الغرور، ومشاعر الحزن، ومشاعر الاكتئاب، ومشاعر الغضب، ومشاعر الأسى، ومشاعر الكبرياء، ومشاعر الأسى، ومشاعر السلام والطمأنينة. هناك أنواع كثيرة جدا حسب ما هي مصنفة، إما إيجابا أو سلبا. وكل شعور من هذا يعني يتواجد خلفه 3 أو 4 أنواع مشاعر مصاحبة له، وهذه المشاعر هي عبارة عن أفكار انطلقت منها فوجد هذا الشعور. ما هي العلاقة بين المشاعر وبين الانفعالات؟ الانفعالات هي ردود أفعال. المشاعر حالة فقط شعورية تكمن في القلب، لكن الانفعالات هي ردة فعل يظهرها الإنسان. عندما جاء الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا تغضب. لا تغضب حالة انفعالية، يعني لا تتجاوب مع غضبك. وعلمنا الإسلام فنون التعامل مع مسألة الغضب، مثلا كحالة شعورية، أن الإنسان إذا كان قائما أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يضطجع، وإذا كان على غير وضوء أن يتوضأ. معناها تغيير الحالة الفسيولوجية حتى يتغير ردة الفعل. فهذا هو التأثير المباشر للمشاعر، إنها كردة فعل تظهر. وهل هو أمر وراثي يعتبر أم مكتسب فكرة التحكم بالمشاعر والانفعالات؟ كلاهما، لكنه مكتسب أكثر من أنه وراثي. عندما نقول وراثي معناها أن تتدخل معهم الجينات، نعم. لكن هل الإنسان لا يستطيع أن يغير أي سلوك؟ لا، يستطيع الإنسان أن يغير أي سلوك أو أي شعور عنده من خلال تغيير أفكاره. فالطفل الذي ينشأ مثلا في عائلة ردة فعلها هادئة تجاه أحداث الحياة، سوف يكون هو أيضا ردة فعله هادئة، لأنه هذا نموذج يعني أمامه. أما إذا الطفل يرى مثلا والدا منفعلا وأما منفعلة، وهذا يسب وهذا يشتم، يعتقد أن هذا هو النمط الطبيعي للتعبير عن المشاعر. بعض العائلات مثلا تعلم أبنائها التعبير عن مشاعر من خلال الكلام، من خلال يعني تحدث عما تشعر به، قل ماذا تريد، بهذه الطريقة. فيتعلم أنه يجب أن يتحدث حتى يستطيع أن يتعامل مع مشاعره. فهو على الحالتين، إذا كان وراثيا يستطيع الإنسان أن يغيره، وإذا كان مكتسبا أيضا يستطيع أن يتعامل معه، لأن الإنسان كما قلنا يتعلم من خلال النظر. جميل. وكيف نستطيع أستاذة خديجة أن نتفهم مشاعرنا العاطفية؟ أول شيء يجب أن نستمع لها، يجب أن نستمع لمشاعرنا ولا نتجاهلها ولا نصغرها ولا نهمشها ولا نقلل منها. أيا كان شعور عاطفي يأتي، يجب أن أستمع لهذا الشعور الموجود في داخلي، وأعرف كيف أتعامل معه، وأعرف منشأه ومن أين نشأ وإلى أين يريد أن يؤدي بي قبل أن يتحول إلى ردة فعل. فيجب أن أستمع إلى نفسي وأستمع إلى مشاعري، أستمع إلى قلبي، وما الذي يقوله ولماذا يقول هكذا، وما الذي حدث، وما هي الأفكار التي جاءت، بالاستماع إلى أنفسنا. شكرا أستاذة خديجة على هذه الكلمات. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام. نلتقي إلى فاصل قصير ونعود إليكم، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين أينما كنتم في برنامجكم قوارير على قناة السلام الفضائية. مرحبا بك أيضا مجددا أستاذة خديجة بيننا. أهلا وسهلا بك أستاذة نورة، حياك الله. أستاذة خديجة، كنا نتكلم في البداية عن المشاعر، فكيف نستطيع فهم والتحكم بمشاعر موقف ما؟ نحن الآن في موقف معين، فجأة مثلا جاءتنا مشاعر الغضب، كيف نستطيع أن نتحكم بهذه المشاعر والانفعالات الناتجة عنها؟ طيب دعيني أذكر لك حقيقة
هل تعلمين أن الموقف الذي نمر به حال الانفعال السلبية أو الإيجابية هي تشكل فقط 10% من واقع الأحداث التي تمر علينا في حياتنا، و90% هي ردة فعلنا. يعني الناس تعتقد أن ما يحدث هو الذي يسبب لنا هذه المشاعر، لكن نظرتنا نحن وطريقة تفسيرنا للحدث هو الذي يولد هذه المشاعر. يعني قد يمر شخص يستفزك، أنت عندما ترين هذا الاستفزاز وتفسرينه أنه شيء يعنيه وليس لي علاقة به، وهذا يمثله الكلام وأنا لا يمثلني، معناها أنت اخترتي أن يكون شعورك هادئا، اخترتي السلام مع نفسك وعدم استفزازها، فبالتالي ردة فعلك سوف تكون هادئة جدا، بالرغم أن الناس كلهم يغضبون لهذا الأمر، لكنك أنت ردة فعلك سوف تكون هادئة. والسبب بسبب أنك فسرت هذا الذي يحدث أمامك التفسير الذي يناسب أفكارك ومعتقداتك ومفهومك عن الأشياء. بعكس شخص آخر، إذا أساء له شخص آخر يقوم ويسب ويشتم ويقاتل ويضارب في معركة. لماذا؟ لأنه هو فسر أنه هذا قلة احترام، وأنني إنسان ضعيف ويمكن أن يتسلط علي، سوف أريه ماذا سوف أفعل. هذا السيناريو الذي يدور في العقل بشكل سريع جدا، يعني في جزء من الثانية، لذلك تظهر ردة الفعل قوية جدا. إذن من السبب في هذا الأمر؟ نحن كيف نفسر الأمور، كيف نرى الأشياء. لذلك جاء الإسلام قال إيش؟ التمس لأخيك 70 عذرا. يعني إذا رأينا ما نكره من أصدقائنا ومن عائلاتنا ومن نحب ومن نثق فيهم سلوكا معينا مخالفا لما هو الدارج عندهم، أن نلتمس لهم 70 عذرا ولا نفسره ونؤوله كيف ما نريد. ربما سمع هكذا، ربما أراد كذا، هذه التفسيرات غير مطلوبة. التمس له 70 عذرا. إذا انتهيت من 70 عذرا قل لعل لأخي عذر وأنا لا أعرفه. التماس الأعذار معناها أنني اخترت السلام والطمأنينة والهدوء في الحياة أو في العلاقات مع الناس، معناها أوقفت عقلي عن التفسيرات لما يبدر منهم من سلوكيات، لأن أنا لا أعرف ما الذي خلف هذه السلوكيات. ربما هذا إنسان يتألم فبالتالي سلوكه سيء، ربما هذا إنسان حزين وسمع كلمة قبل أن يقابلني فبالتالي يصب غضبه علي، لكن لن أكون أنا السبب في هذا الغضب، إنما شخص قبلي. بهذه الكيفية فقط أنا أستطيع أن أفهم. إذن ما يحدث في هذه الدنيا من أي شيء لا يمثل إلا 10%. 90% تفسيراتنا له هو الذي ينعكس على مشاعرنا وعلى ردات فعلنا. جميل. أيضا أستاذة خديجة، هل الإسلام كديننا يحفزنا ويشجعنا على التحكم في المشاعر؟ نعم بقوة. أيضا هذا الإسلام العظيم جاء يهذب الأخلاق، يعني إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب، معناها ماذا؟ ليس أمرا فقط بعدم الغضب، إنما أمر بضبط المشاعر وتحويلها. فبالتالي عندما قال لا تغضب لم يتركه لهذا، إنما أمره بسلوك فسيولوجي للوصول لحالة الهدوء وعدم الغضب. يعني إذا كان جالسا أن يضطجع، إذا كان نائما أن يقوم ويسير، معناه تغيير الحالة أو تغيير المكان. فبالتالي هنا أمر بالتعامل مع المشاعر. أيضا عندما يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة، بدلا أن نرى الأوساخ في الطرقات ونغضب، إنما أمر الإسلام أن نميطها نذهبها وهي تحسب لنا صدقة، تهذيب للمشاعر. بدلا أن ينطلق الإنسان في مسألة الغيبة والنميمة والكلام السيء على الناس، أمرهم بحفظ ألسنتهم حتى لا يغضبوا هم ولا ينعكس عليهم بشكل سلبي، وطلب من الإنسان الذي يغتاب أن يستغفر وأن يطلب المسامحة حتى يضبط هذه السلوك وهذه المشاعر بشكل جيد جدا. يعني فأيضا من الأحاديث قل خيرا أو فصمت، ضبط للسلوكيات هذه. أو لا يحب أحدكم لأخيه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ضبط للسلوكيات وضبط للمشاعر. فالإسلام جاء يهذب المشاعر وهذه السلوكيات وردات الفعل بالقيم والأفكار والمفاهيم الإسلامية. جميل. أيضا أستاذة خديجة، إذا لم نستطع التحكم في مشاعرنا وانفعالاتنا ماذا سوف يحدث؟ النتائج سوف تكون وخيمة.
حسب الحدث الذي يحدث. ربما الإنسان بعض الأحيان يعني يهلك نفسه بعدم ضبط سلوكه أو لسانه، ربما ينفلت فيقتل هذا ويسب هذا ويشتم هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يعني في معنى الحديث، يعني يأتي الرجل يوم القيامة يعني يكون سب هذا وشتم هذا ولعن هذا، فأخذ الله من حسناته فأعطاهم، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فوضعت عليه فألقي في النار. ليس هناك يعني مصيبة عظيمة غير أن يلقى الإنسان والعياذ بالله في النار. بسبب ماذا؟ بسبب عدم ضبط سلوكياته، يستلذ بالغيبة والنميمة، يستلذ بظلم الناس، بالقذف، بالبهتان، بقول الكذب. إذا كان يستمتع بهذه الأشياء لأنها تشعر بالرضا عن نفسه وأنه أفضل من الناس، يكون العقاب من الجزاء من جنس العمل فيلقى في النار. لذلك العواقب وخيمة جدا إذا الإنسان اليوم لم يستطع التحكم في مشاعره، غير أن الناس سوف يفقدون ثقتهم به، وقدرته على التواصل مع الناس سوف تنعدم، وسوف يفقد الكثير ممن يحبهم بسبب سوء سلوكه الناتج من المشاعر السلبية التي لا يستطيع أن يسيطر عليها. أستاذة خديجة، هناك سؤال، يعني هل هذا أفضل أم هذا أفضل؟ العقل أم المشاعر؟ أيهما أفضل؟ كلاهما. المقارنة هذه صعبة. كلاهما. كيف؟ العقل، المشاعر تعرفنا في أي مستوى نحن من النضج العقلي والمشاعري، تعرفنا في أي موقعنا من الحياة، هي التي تعطينا معنى للأشياء كلها وتكشف لنا ما الذي نحمله من أفكار. بعض الأحيان نعتقد نحن نحمل أفكار جيدة، لكن المشاعر التي تأتي هي تكشف لنا هل هذه الفكرة صحيحة أم غير صحيحة، هل هي فكرة وراثية أم مكتسبة، أم أنا أريد أن أرى الموضوع بهذا الشكل، أم أريد أن أرسم السيناريو. فكاشف العقل هو المشاعر. اليوم إذا أنت عندك مشاعر متزنة، معناها أن طريقة نظرتك للحياة متزنة، طريقة تعاملك مع نفسك متزنة، معناها عندك حالة من السلام والقبول الذاتي والداخلي في داخلك ينعكس على شعورك، أنك لا يثيرك شيء ولا تستفزك الأحداث، تعاملي مع الأمور بحيادية تماما. أنما الإنسان يعني يكون مشاعره غير منضبطة، معناها أن السيد الآن هو المشاعر التي تحكم، معناها العقل ليس له أي قيمة، فيظهر هذا الشيء الحماقات في ردة الفعل وفي التصرفات. الصحيح أن يتوازن العقل والقلب، لا نرفع من شأن هذا ونقلل من هذا، لأنه العقل سيد، لكن هذا السيد يحتاج معاون له وهو المشاعر. جميل. وفي نفترض أن هناك أشخاص يكبتون مشاعرهم لفترة طويلة، إلى ماذا سوف يؤدي ذلك؟ هذه من المصائب التي نعاني منها مع الأسف الشديد، لأنه كبت المشاعر أصبح ينعكس على الإنسان على شكل أمراض عضوية. تعتقدين مشاكل مثل السرطان والجلطات ما هي أسبابها الحقيقية؟ هي نتيجة الجسم، صحيح هي بشكل جسدي، لكن خلف هذه الأمراض مشاعر مكبوتة لم تخرج إلى السطح ولم يتم معالجتها أو الاستماع لها، إنما كبتت 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 فظهرت على شكل جلطة هنا، سرطان هنا، بقعة هنا، برص هنا، بهق هنا، أمراض في المفاصل. كل هذه الأمراض العضوية الآن دراسات شديدة جدا وقوية جدا أثبتت أن محركها الأساسي هو فقط الكبت للمشاعر. عندما نطلق العنان لمشاعرنا يتخلص الجسم من هذا الضغط. طبعا نحن عندما نقول نطلق العنان ليس قصدنا أن ننفجر، إنما أن نتعامل بحكمة وعقل مع هذه المشاعر فنطلقها فلا تؤثر علينا. حتى في القرآن الكريم ذكر هذا الشيء في قصة يعقوب عندما فقد ابنه يوسف عليه السلام، ابيضت عيناه من الحزن، من شدة الحزن ابيضت، يعني ذهب بصره، ومن شدة السعادة عاد إليه بصره عندما أتى إخوته إليه بالقميص، ألقوا هذا القميص على وجه أبي يأتي بصيرا، عندما شم رائحة يوسف في هذا القميص عاد إليه بصره. فانظري كيف تأثير المشاعر السلبية والإيجابية على الجسم. جميل. هل يمكن أستاذة خديجة أن نصل لمرحلة ما من تحكم في المشاعر لعدم إظهار أي ردة فعل وانفعال أمام الشخص الذي هو مقابلنا؟
يمكن ذلك من خلال ضبط والسيطرة على المشاعر، وهذا كما قلنا يعتمد على الفكر الذي أحمله أنا. أول شيء صورتي الذهنية عن نفسي، وصورتي عن ما يحدث من حولي، والصورة الذهنية عن الأشخاص الذين من حولي. عندما تكون عندي صورة ذهنية واضحة عن نفسي، معنى ذلك أنني سوف أكون قادرة أن أتعامل من خلال هذه الصورة الذهنية. فإذا أنا رأيت نفسي أنني في مستوى عالي جدا، معنى ذلك أنني لن أنزل بسلوكياتي ومشاعري لمستوى أقل من المستوى الذي يرضيني. فهنا إذن صورتي أنا وصورة الحياة التي من حولي وكيف أريد أن أكون يؤثر تماما على ردات فعلي. أستاذة خديجة، أيضا هل تعتبر قراراتنا، القرار الذي ينتج عن مواقف معينة تحكمنا بمشاعرنا، أفضل أم القرارات التي تكون فيها انفعالات ومشاعر طاغية تماما؟ المشاعر الطاغية قراراتها خاطئة، وآثارها السلبية خاطئة جدا وكبيرة، ولا يمكن حتى التعامل معها. أما المشاعر التي يتحكم بها العقل أو التي تكون متزنة، معناها أن هنا سوف تكون القرارات كلها قرارات هادئة وليس فيها انفعالات شديدة جدا، واستطيع أن أتعامل مع هذا القرار سواء حدث كناتج شيء سلبي أو إيجابي. سوف أكون في مرحلة الحياد من المشاعر. جميل. أستاذة خديجة، أيضا هل هناك مثلا قوانين دولية نستطيع أن نقول عنها أنها تساهم في جعل التحكم بالمشاعر سهل وإيجابي، أم هي تعتبر أيضا قوانين جائرة تؤدي إلى عدم التحكم في العموم للناس في مشاعرهم؟ والله كما نرى نحن سن القوانين الدولية والعقوبات الموجودة هي من أجل ضبط سلوكيات الناس الناتجة عن مشاعرهم الغير منضبطة. لكن هل هذا كان كافيا لضبط السلوك؟ أعتقد أنه أصبح الناس أكثر تمردا وأكثر إساءة لأنفسهم وللآخرين. الأفضل من هذا كله أن نعلم الناس كيف يتعاملوا مع مشاعرهم، كيف يتعاملوا مع أفكارهم، كيف يضبطونها. وعندما لا يستطيع الإنسان ضبطها، يجب أن يعلم أو يدرب على مهارات معينة تفيد المجتمع كنتيجة، وتعلمه أن لكل شعور سلبي وأثر سلبي سوف تقدم مثلا خدمة مجتمعية، لأنك لم تستطع أن تتحكم في هذا الشيء. يجب أن تروض وتعلم وتدرب على كيفية التعامل مع هذه المشاعر. على الأسف الشديد القوانين الموجودة حاليا كما أراها، يعني أنا لا تستطيع أن تضبط الإنسان من هذه الناحية، لكن الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يضبطه هو المفاهيم والأفكار التي يحملها. جميل. أستاذة خديجة، أيضا بما أنه القوانين الدولية أحيانا تكون جائرة، ومثل ما قلت سابقا أنها أدت في الكثير من الأحيان إلى التمرد وإلى عدم التحكم أكثر في المشاعر، هل هناك مثلا على مستوى الأسرة الصغيرة قوانين معينة تتبعها الأسرة لأجل أن تنشئ في وسط أبنائها وأفرادها أنه يتحكمون في مشاعرهم ويكونون متزنين في مشاعرهم داخل الأسرة أو خارجها على حسب المحيط الذين هم فيه؟ أول شيء يجب أن نكون نحن قادرين على أن نكون قدوة لأبنائنا قبل أن نعلمهم ونضع قوانين. ثم القوانين الأساسية التي يجب أن نضعها هي القوانين التي تأتي من ديننا الذي نحن به مسلمين. فاليوم الإسلام يضبط هذه المشاعر من خلال كيفية التعامل مع الوالدين. هناك ضابط شرعي يجب أن يطبق بقوة، ولا نأخذ قوانيننا ولا أنظمتنا من الغرب. يعني اليوم الأبناء مأمورين بخفض الصوت عند الكلام مع الوالدين، وأن يكون كلامهم لينا، وأن لا يرفعوا أصواتهم، وأن يتأدبوا في حضرتهم، وأن يضبطوا سلوكهم وأنفسهم عند الحديث مع الأم والأب. عندما نأتي بالقوانين الخارجية، ما الذي نقوله؟ نحن عائلة ديمقراطية ونرغب أن نسمع الجميع، وأن يقول كل إنسان ما يريده. معناها كل إنسان ما يريده معناها الابن يستطيع أن يرفع صوته على أبيه وأمه، وهنا ازدواجية يعني. فلازم يكون عندي أنا اليوم نظام واضح جدا في طريقة التعامل داخل البيت. يجب أن يكون هذا النظام يأتي من خلال الإسلام الذي كل نظام يضبط سلوكنا الجزاء الناتج منه هو من عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، حالة الرضا والسعادة وحالة الاطمئنان، وكنتيجة حالة الرضا من عند الله سبحانه وتعالى. بهذه الكيفية نستطيع أن نوجد القوانين والأنظمة داخل البيت والأسرة، ونستطيع أن نؤثر من خلالها على المحيط الخارجي سواء الجيران والأصدقاء والأقارب.
جميل جدا، شكرا لك يا أستاذة خديجة على هذه الكلمات. ولكننا في ختام نريد نصيحة توجهنا لمن يتابعنا ويشاهدنا في برنامج قوارير. نصيحتي أن نتفهم مع مشاعرنا وأن نتعرف عليها، وأن نسأل أنفسنا سبب الشعور السلبي والإيجابي، ما هو الفكرة والمفهوم الذي أوجده. عندما أعرف الفكرة التي أوجدت هذا الشعور السلبي أو الإيجابي، أستطيع أن أتعامل مع مشاعري باعتدال وبحيادية. وفي النهاية لا داعي للمبالغة في حالة السرور، ولا داعي للمبالغة في حالة عدم السرور، لأن الإنسان يجب أن يوجد حالة التوازن من خلال تغيير الأفكار والمفاهيم. جميل جدا، شكرا لك أستاذة خديجة برهان، مستشارة أسرية ولايف كوتش في الحياة، على هذه الكلمات وعلى أهمية التحكم في مشاعرنا. فهمنا الكثير في هذه الحلقة، إن شاء الله أيضا متابعينا يكونون قد استفادوا من هذه الحلقة. شكرا لك أستاذة خديجة. أهلا وسهلا بك، حياك الله أستاذة نورة. شكرا لكم متابعينا الكرام أينما كنتم، إلى اللقاء.